حين يواجه نادي النهضة العماني في بطولة دوري أبطال الخليج الأندية. مباراة تكتب وتلعب بإصرار رجال حملوا ألوانهم كرسالة وطن وأمانة مدينة وحلم أمة تعشق المستديرة. حضرموت اسم إذا ذكر حضر الشغف وتقدم العطاء، فريق يعرف كيف يحول الصبر إلى قوة والتحدي. بالنسبة لنادي النهضة 20 أو 2014 و2016 المدرب اللي حاضر، هنا فرصة ومحاولة ما زالت خطيرة يحاول فيها التضامن في هذه اللحظات وفي هذه الدقيقة رقم 14 من الشوط الأول. عرضية تأتي والتغطية أيضا كانت موجودة، اللي كان موجود من قبل نصيف بياوي على ما يبدو هناك بعض الأشياء لن تحدث. هنا فرصة قد يحدث هدف أول لكن التعادل الكرة الماضية عن هنا كرة لفرصة واحدة ممكن أو ربما نشأت هدف بالراس. هنا فرصة ومحاولة ما زالت قائمة من أجل الوصول، كرة ترسل داخل المنطقة، خطيرة المحاولة بأقدام اللاعب اللي كان حاضر هو إيلونزي. في هذه البطولة لدينا مجموعتين، المجموعة الأولى اللي تضم العين الإماراتي. في اللقطة الماضية كانت العرقلة موجودة وبالتالي صافرة أخرى وكادت أن تفرح له، تقدم ردة فعل غير إيجابية يا بيريا لومو على ضياع الكرة الثابتة. نعم، ومعها صافرة حكم اللقاء مهند قاسم تعلن نهاية الجزء الأول من هذه المباراة بالتعادل 0-0. لكن مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكاس الرياضية لا تذهبوا بعيدا لنا في حراسة المرمى بالنسبة للنادي النهضة. محاولة ما زالت خطيرة، التغطية كانت ربما هذا الهدف، ربما أن تهتز الشباك الآن. هنا التسديد والتغطية الدفاعية وراحت إلى خارج الملعب بأقدام من؟ بأقدام ثاني الرشيدي باللقطة الماضية. شوف التسديدة، شوف المحاولة عن طريق عادل عباس لكن وجدت أقدام ثاني الرشيدي وحولها إلى ركنية على يسار الحارس فايز الرشيدي في هذه اللحظات. بأقدام من؟ بأقدام ثاني الرشيدي باللقطة الماضية. شوف التسديدة، شوف المحاولة عن طريق عادل عباس لكن وجدت أقدام ثاني الرشيدي وحولها إلى ركنية على يسار الحارس فايز الرشيدي في هذه اللحظات. في هذه اللحظات المحاولة عمانية ترسل داخل المنطقة بالراس، خطيرة المحاولة والإبعاد من قبل الدفاع. تراجع واضح لنادي النهضة في هذه اللحظات، كرة ترسل داخل المنطقة والحارس مرة أخرى فايز الرشيدي كان حاضر في التوقيت والمكان المناسب. هذه العادة شوف العرضية التي لعبت عن طريق إيلونزي. نعم إيلونزي باول وأمارة باكيوكو يغادر. أحمد بحاج يشارك في هذه اللحظات ضمن خيارات السيد بندر خالد على يمين